تصور معايا عام 1950 أمريكا كتعيش فترة ديال الحروب الباردة، الخوف والبحث عن المعنى وسط عالم قاسي. وفي هذه الأجواء كيتولد واحد المشروع اللي غادي يقلب الموازين ديال الدين والعلاج النفسي في أمريكا. رون هوبارد، المهنة كاتب خيال علمي عادي، والحلم ماشي ديما كان ديني، كان بالأساس كيفاش تولي مليونير. بعض الروايات كيقولوا أنه في واحد اللقاء ديال هوبارد مع صاحبه غادي يسولو، غادي يقول ليه بغيتي تولي غني بسرعة؟ سهلة، اخترع دين جديد. ومع الوقت هاد النكتة غادي تولي حقيقة. 1950 سيصدر كتابه الأول للعلم الحديث والصحة النفسية، كتاب وعد الناس بالعلاج من جميع مشاكلهم النفسية بلا أطباء وبلا أدوية. كتاب تباعت منه مئات الآلاف من النسخ، ولكن الغريب في الأمر هو أن هذا الكتاب خرج للواقع. 1952 هوبارد قرر يدير قفزة أكبر، وهي تأسيس ديانة جديدة مبنية على ديك الأفكار اللي كانت في الكتاب ديالو، وسماها ساينتولوجيا، وقام بتأسيس أول كنيسة ساينتولوجيا عام 1954. ومع مرور السنوات الساينتولوجيا غادي تكبر وغادي تنتشر من كاليفورنيا حتى نيويورك، لندن وفلوريدا. كل مدينة كبيرة كان فيها مركز ضخم بحال فلاغ في كلير ووتر مثلا. ولكن وسط هذا الانتشار الأسئلة بدات كتطرح، شنو هي بالضبط الساينتولوجيا؟ وعلاش الكثير من الناس كيتهموها بأنها أكثر من مجرد دين؟ You've probably heard of Scientology. Why is it a religion? What's it clear? What's it mean? Well, whatever you have heard, if you haven't heard it from us, I can assure you, we are not what you expect. الساينتولوجيا كتقول أن الإنسان راه أكثر من مجرد جسم وعقل، كائن روحي خالد كيسميوه تايتان. تايتان عاش الآلاف الحيوات قبل ما يجي لهاد الدنيا، وعنده قدرات خارقة، ولكن ناسيها بسبب الصدمات النفسية ديال الماضي اللي كيسميوهم بالإنغرامات. الهدف ديال الساينتولوجيا وهو تحرير هاد الروح من هاد القيود، وتخلي تايتان يرجع يتحكم في الجسم والعقل والعالم. طبعا هادشي ماشي جبتو من راسي، كاملين غتلقاو المصادر ديالو في صندوق الوصف. هادشي كامل كيدوز عبر واحد المرحله واللي سميتها التدقيق. كتمشي عند مدقق ديال الساينتولوجيا، كتجلس قدامه وكتشد جهاز الكتروني سميتو ايماتر، جهاز بسيط كيقيس المقاومه ديال جسمك. المدقق كيبدا يسولك اسئله دقيقه على حياتك وماضيك والصدمات اللي دوزتي، وكل ما كيتبدل القياس في الايماتر كيعني بانك كتخزن مشاعر سلبيه خاصك تطلع وتتحرر منها. والهدف هو توصل لواحد الحاله اللي كيسميوها بكلير، انسان صافي من كل الشوائب النفسيه. ولكن علاش هذا الجدل الكامل من الامر مجرد ابحاث كتساعد الناس يقادوا حياتهم؟ باش توصل لدرجات عاليه في السلم الروحي ديال الساينتولوجيا خاصك تدوز دورات وجلسات وكتب، وكل شيء مقابل مبالغ ماليه ضخمه. الكنائس ديال هذه الجماعه منتشره في كاع بقاع امريكا، مباني ضخمه وحراسه مشدده، واللي دخل للجماعه ممنوع من الخروج منها. الكنيسة كتتبع سياسة خطيرة سميتها قطع العلاقات، وهي أن أي واحد كينتقدهم خاص العائلة ديالو وأصحابه يقطعوا معاه بلا رحمة وبلا شفقة. وموراها تابعوا العديد من الصحفيين ومخرجوا أفلام وثائقية وحتى مشاهير بحال ريميني اللي خرجت منهم وكشفات بزاف ديال الخبايا. توم كروز، جون ترافولتا، كريستي آلي، كلهم كانوا واجهة لامعة للكنيسة وكيآمنوا بداك الشيء اللي كدير. توم كروز خصوصا دار حملات دعائية علنية وهاجم الطب النفسي بلا خوف. ولكن مع مرور الزمن بداو بعض النجوم يبتعدوا، وبدات قصص الانتهاكات والاستغلال المالي والتهديدات كتخرج للعالم. هاد الشيء كامل ماشي عادي، والقضايا اللي متورطه فيهم الساينتولوجيا اليومنا هذا اكبر من داكشي اللي كنتوقعوا. والغريب انها كتخدم مصالح كبيره، والصوره اللي كيحاولوا يبنيو ما هي الا كاموفلاج. كنيسة الساينتولوجيا كانت متورطة في واحدة من أكبر عمليات التجسس الداخلي في التاريخ الأمريكي، عملية سنو وايت. قاموا باختراقات المكاتب الضرائب الأمريكية وسرقوا وثائق وزوروا ملفات. وفي عام 1977 الاف بي اي داهمات مكاتبهم وضبطات الآلاف ديال الوثائق السرية. 11 شخص من القادة ديالهم تحكموا وتسجنوا، من بينهم مرات
هوبارد. وفي عام 1995 وقعت واحد الكارثه واللي غتغير المسار ديال الساينتولوجيا، وهي حادثه ليزا ماكفيرسون. بعد تعرضها لازمه نفسيه، الكنيسه قامت بخطفها بغرض معالجتها بالطرق الروحيه بلا تدخل طبي، وبقات تما 18 يوم محتجزه بلا طعام حتى ماتت. والطب الشرعي قال ان الوفاه كانت بسبب الجفاف الشديد وسوء المعامله الطبيه. تحركات قضائيه واعلام غاضب وضغط شعبي كبير، وفي الاخير الكنيسه تفاوضات وسدات القضيه بتسويه ماليه جد ضخمه، لكن السمعه ديال الساينتولوجيا ما رجعاتش كيف ما كانت. بعد وفاه المؤسس هوبارد سنه 1986 ما بقاتش الكنيسه بلا زعيم، وخرج للواجهه اسم جديد اقوى من الزعيم الاول واللي هو ديفيد ميسكافيش. شاب صغير كان مقرب بزاف من هوبارد، ذكي طموح وعنده حلم كبير وهو يسير الساينتولوجيا بيد من حديد. ميسكافيش قام بانقلاب ضد جميع القادة اللي كانوا قبل وبدا قانون جديد، واليوم كيتوصف بأنه الرجل الأقوى في التنظيم، ولكن أيضا أكثر شخصية مثيرة للجدل، وقصته الشخصية مليئة بالغموض. ومن بينهم الزوجة ديالو اللي اختفت منذ 2007، والإعلام فاش كيسول فين مشات الكنيسة كتقول وهي أن السيدة راه عايشة بخير وكتعيش حياة خاصة، مع العلم أن المقربين ديالها من ديك الوقيته ما شافوها. وملي تولى ميسكافيش السلطة بداو كيظهروا تصدعات من الداخل، واسماء كبيره في العالم ديال الساينتولوجيا خرجات وبدات كتهضر وكتقول الحقيقه وعلى شنو كيوقع في الكنائس. بول هايكس مخرج مشهور انسحب سنه 2009 وكتب رساله شهيره كيتهم فيها الكنيسه بالتمييز وبالضغط على الاعضاء. ليا ريميني قامت بقنبله اعلاميه، خرجت من الكنيسه وبدات تكشف الخبايا وحده بوحده، وقامت ببرنامج وثائقي سماته الساينتولوجيا وما بعدها، واللي دمر الصوره النظيفه اللي كانت الكنيسه كتحاول تبنيها، وفرشات كاع الحقائق وقالت شنو كيطرا بالضبط وكيفاش الناس كيتسرقوا وما عندهمش الحق يهضروا. وكل حلقه كانت ضربه موجعه للساينتولوجيا. Like right up with Miscavige, right? And then John Travolta is somewhere in that. I think John was given what a designation called Kakan. He's given this designation of Kakan, which there's a policy that basically says you can kill another human being if you are Kakanned, you're going to look the other way. And he was given that. He was given that by L. Ron Hubbard. Don't make me laugh because you're making. قصص عن التعذيب النفسي، تهديدات وتفكيك عائلات، وحتى طرد أعضاء فقط لأنهم طرحوا أسئلة، وكيفاش هذه الكنيسة كتحول الناس عاديين لروبوتات كتحكم فيهم. واحدة من أكثر القصص الصادمة كانت ديال العقائد العليا السرية للساينتولوجيا في مستوى الأوتي 3 اللي الأعضاء ما كيكتشفوه حتى كيدفعوا عشرات الآلاف من الدولارات. كتجي واحد المفاجأة كتقول ملايير ديال الأرواح كانوا عايشين من ملايين السنين، وواحد الكائن فضائي سميتو كزينو دار إبادة جماعية فوق الأرض، ومن ثم الأرواح ديال الضحايا بقاو وتلاحوا في راس كل إنسان وكيأثروا عليه إلى يومنا هذا. وفعلا كاين الناس كيتسيقوا هذا الشيء، منهم ممثلين واشخاص ناجحين عالميا. سنوات طوال كانت الساينتولوجيا كتقاتل الحكومه الامريكيه باش تحصل على صفه الدين معفى من الضرائب، ولكن شنو وقع؟ لان الدوله فريمون كانت عايقه بهاد الناس شنو كيديروا، ولكن ما تقدرش تهضر معاهم. عام 1993 بعد معارك قضائيه شرسه ومئات دعاوي وحملات ديال الضغط، وافقات مصلحه الضرائب اخيرا الايريس الامريكيه وقدرات تعطي للساينتولوجيا الاعتراف الديني وتعترف بها كدين رسمي. هذه كانت اكبر انتصار قانوني في حياه الكنيسه، ومن ثم الساينتولوجيا حصلت على الشرعيه داخل امريكا. ولكن الاغلب كيقول ان هذا الاعتراف جاء نتيجه ديال ابتزاز وضغط لا مثيل له، لانه الاعضاء ديال الكنيسه فريمو اشخاص ذوي نفوذ. داخل الساينتولوجيا كاين سياسه خفيه اسمها اللعبة العادلة. أي شخص ينتقد الكنيسة يصبح هدف مشروع، ملاحقة قانونية وتهديدات وتشويه سمعته وإرهابه نفسيا. صحفيون، مخرجين وأعضاء سابقين شهدوا كاملين على الضغط والمراقبة والتهديدات اللي تعرضوا لها. وحتى في العصر ديال الانترنت الساينتولوجيا مازال كتحاول تدفن الأصوات المعارضة وتحارب كل من يفضح أسرارها. في دول بحال ألمانيا وكندا السلطات كترفض تعترف بالساينتولوجيا كدين وكتعاملها كمجموعة تجارية مشبوهة. وفي أمريكا وفي بعض الدول الأوروبية الأخرى بقات محافظة على الصفة ديالها كدين بسبب بعض الثغرات القانونية. البعض كيشوفها حركة دينية وعندها الحق تعيش، والآخرين كيشوفوها مجرد مؤسسة تجارية عدوانية مغطاة بغطاء روحي وكتمارس تجارب سرية على البشر، لأنه حتى واحد ما عارف شنو كيوقع في المراكز والكنائس ديالهم.
والعمليات اللي كيقوموا بها كلها غامضة، إضافة للكنائس اللي محروسة حراسة جد شديدة. ومؤخرا خرجوا العديد من الناس باش يكشفوا الحقيقة ديال هذه الجماعة، وكاملين كيتعرضوا لمهاجمات عدوانية، زائد أن المراكز كلها متطورة ومبنية بشكل غامض. الصادم بالقصة كاملة وهي أن هذه الجماعة كتحاول توسع حتى في العالم العربي. وأثناء بحثي في هذا الموضوع صادفت منشور في ريديت ديال شخص لقى كتاب رون هوبارد كيتباع في معرض الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم بعد أكثر من 70 سنة على تأسيسها، الساينتولوجيا واحدة من أكثر الحركات المثيرة للجدل في العالم، والقصص والروايات عليها كتخرج كل يوم من انشقاقات جديدة وتسريبات جديدة وفضائح كذلك. ويمكن لكم تبحثوا عليها في تيك توك ولا يوتيوب وتشوفوا شنو كيطرى وكيفاش الناس كيتم المهاجمة ديالهم فوق ما كيجبدوا الكلمة ديال الساينتولوجيا. مع ذلك الكنيسة كتستمر وكتكبر وكتجمع الفلوس والأتباع في العالم كامل، وكتحاول ما أمكن تستقطب أي شخص وبطرق غامضة في النهاية. واللي باغي دين جديد ويهرب به من الألم غادي يلقاه عند الساينتولوجيا كيف ما هما تيقولوا، واللي باغي يشوف نصب واحتيال مغلف بالشعارات غادي يلقاه عند الساينتولوجيا بطبيعة الحال. ولكن الحقيقة المطلقة مازال مخبية في دهاليز الكنيسة وباقي تا واحد ما عرفها. وكذلك تسرب واحد الفيديو ديال الناس داخلين لمركز الساينتولوجيا واللي غادي يبانوا بحال شي روبوات غاديين. هادشي فعلا صادم ومخيف، وهادشي اللي غيخلينا نقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة العقل، لأنه الناس كيتجربوا أي حاجة وكيتيقوا أي حاجة بدون حتى سبب. المهم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساش دير لي واحد لايك، الا كنتي اول مره كتشوفني ما تنساش تكتب لي شي كومونتير زوين ودير لي سبسكرايب. وايضا اللي كان عندك شي موضوع بغيتيني نهضر عليه واللي انت كتشوفه غامض وبغيتي تعرف بزاف ديال المعلومات عليه كتبها لي في كومونتير. كان معكم الباترون، بيس.